النهارده هنوريكم ازاي نعمل نسخة على الفلاشة بأسهل طريقة ممكنة. مش محتاج يا صديقي تروح عند مهندس يعملها لك أو تسأل حد من صحابك ولا أي شيء. نسخة الويندوز هنعملها بوت على الفلاشة دي وأكتر من نسخة أو أكتر من أي حاجة أيزو. يعني مثلا ممكن تبقى مش عايز تعمل نسخة، عايز تعمل هيرنز، عايز تعمل أي حاجة تانية بوت، هتعملها على نفس الفلاشة طالما الامتداد بتاعها أيزو، وهتعملها كوبي بيست فقط. البرنامج اللي معانا النهارده اللي احنا هنشوف الشرح بتاعه هيخليك تقدر تعمل مثلا نسخة اكس بي، نسخة 7، نسخة 10، نسخة 8، نسخة 11، كله على نفس الفلاشة وكله بوت وبخطوة واحدة بس. اول حاجه هتروح على جوجل وهتكتب كلمه فينتوي زي ما واضح قدامك كده، وهتخش على اول موقع هيفتح لك موقع فينتوي. هتدوس على كلمه داونلودز ومنها هتختار فينتوي ويندوز زي ما احنا اخترنا كده، وهندوس عليها ونعمل لها داونلود. الاول لما البرنامج ينزل على الجهاز هتلاقيه بالمنظر ده، هتشغله من الايكون اللي احنا بندوس عليها دي. اول حاجه بتعملها لما البرنامج بيفتح بتختار الفلاشه اللي انت عايز تشتغل عليها، لو مركب اكتر من فلاشه هتظهر لك هنا. بعدين هندوس على اوبشنز ومنها هنجيب كونفيجريشن نتاكد انها NTFS، وبعدين هندوس انستول. هيقول لنا عايز تفرمت الفلاشه وبتاع، هنقول له يس، هنقول له يس مرتين او ثلاثه ونسيبه يحمل خالص براحته. وبعدين هنلاقيه الرقم اللي كاتبه ناحيه الشمال بقى هو ناحيه اليمين زي ما واضح كده، الاثنين زي بعض. وبكده الفلاشه اتعمل لها تهيئه على نظام فينتوي. هنروح على اي نسخه ايزو عندنا على الجهاز وهناخدها كوبي، وبعدين هنروح على الفلاشه ونعملها بس كده. وما انت فاكر ايه؟ وبكده معاك نسخه بوت شغاله معاك زي الفل زي ما انتم شايفين كده قدامكم. تقدر تبوت عليها وتحط كذا نسخه واي حاجه ايزو تعمل لها كوبي. كده الفلاشه بقى عليها نظام فينتوي جاهز على اي حاجه بوت. لو قدرت افيدك باي معلومه ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفايده تعم، واشترك في القناه عشان تدعمني. يلا مع السلامه.